هلا متابعيني، شلونكم؟ يا رب الكل بخير وصحة وسلامة. اليوم حبيت أشارككم بهاي الوصفة السهلة وبنفس الوقت طيبة ولذيذة. طبعا عندي صدر دجاج متبقي، وعندي حباية طماطم متوسط الحجم، وحبايتين بصل، وفلفل حباية واحدة. طبعا راح أخلطهن بمحضرة الطعام وأراويكم النتيجة شلون تصير. هاي هنا خليتها للصدر الدجاج، وراح أثرمها ثرم ناعم أريدها. وأنصح الكل يسويها هاي الحشوة، أو تفيد بالبورق. أنا أحشي البورق وأحشي الكبة بيها، وأحشي الفطائر بيها إذا تحبون تسوون. ومرات حتى ببعض الأحيان أخليها كطبخ ناكلها على الخبز، يعني كلش طيبة. مرات أسويها لفات الجهالي ياخذوها وياهم، يعني مدرسة أو أي شي بكيفهم، بعد يردونها عصرونية أسوي هي كلش طيبة. يعني من يتبقى هذا صدر الدجاج ما أذبه، وطعمها والله كلش طيب. اللي يسألني بيها زفرة بيها شي، هاي هنا طبعا مثل ما تشوفون ثرمت البصل والفلفل سوا، وكله جاي أخبطه على البارد. كلش طيبة والله. أتمنى تجربوها يوم، لأن هي موادها سهلة وبسيطة ومتواجدة بالبيت. والكمية طبعا تسويلنا يعني كميات هواي. أنا بيومها سويت بيها بورق، سويت لي 36 وحدة من البورق. طبعا هاي قلت لكم أنا ثرمتها من الطماطة، راح أخلي وراح هاي عندي عصرة ليمونة هم خليت. بعد هاي عصرة الليمونة ترجع بكيفكم. أنا والله كلش طيبة، تعطي نكهة كلش طعم طيب للحشوة هاي. وهاي التوابل عندي فلفل أسود، كاري، كمون، 7 بهار، وخلطتهن كلهن على البارد، بعدني كلهن على البارد. وبعد رشة ملح بقت بكيفكم. أنا حسيت ملوحتها كلش كافي، بس بعد الملح تبقى بكيفكم. هنا هاي حطيت رشة زيت، وراح أخليه على النار وكأنه أذبل المواد، لأن أنا كله عندي مستوي. راح أذبل المواد. شلون أهدرها؟ نصيت النار عليها وراح أهدرها. هاي هسه وصلت لهاي الشكل اللي أريده، كلش كافي. راح أشيلها من النار. وهاي عندي الكمية اللي صارت عندي. قلت لكم تفيد بهواي شغلات وهواي شغلات، وأنصح والله الكل يسويها. والطعم يجنن، سحر سحر، يعني تحطين الشي بحلقك كلامي إن شاء الله. هاي عندي أنا اليوم سويت بيها قلت لكم بورق، وإن شاء الله أنزل لكم عجينة البورق. حبايبي لا تنسوني من اللايك والاشتراك. أتمنى الكل يشترك بالقناة، كل اللي يشوف الفيديو يدوس لايك وينطيني اشتراك. مع السلامة، في أمان الله.